بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. صباح الخير عليكم خياتي، واش راكم؟ ان شاء الله تكونوا كامل ملاح وانتم تشوفوا لها فيديو تاع اليوم، ورجعت لكم بفيديو جديده. اول حاجه نقول لكم صحه فطوركم، وان شاء الله يا ربي رمضان هذا انتم اللي غلبتوه ماشي هو اللي غلبكم. ربي ان شاء الله يتقبلوا منا بصالح الاعمال يا رب العالمين. كما قلت لكم خياتي، جيت لكم بزوج وصفات. الوصفه الاولى اللي هي شوربه فريك، راح نمدها لكم بكل اسرار النجاح تاعها وباقل التكاليف وبنينه قراف كيفاش تجيك حميمره بدون كثره اللحوم. المهم نمد لك كل الاسرار. وثانيك طبق رئيسي والم بزاف في رمضان، طاجين الزيتون بالبسباس. كما تعرفوا البسباس يوالم فيه بزاف الزيتون والجلبانه. انا درت لكم بالزيتون، نتوما تقدروا ديروه بالجلبانه. هذا الطبق تقدروا ديروه بالحمص كيف. المهم نبداو على بركه الله. اول حاجه نحطوا لا كوكوط فوق النار، نديروا فيها لي مورسو تاع اللحم. انا درت دو مورسو صغار ماضي وشويه كركسه تاع البولي. قليتهم شويه، ومن بعد درت حبه بصله تكون كبيره، درت فيها شويه كرافس، شويه برك تاع الكرفس، رحيتهم هكاك. فوالا رحيهم، ماشي ترحيهم حتى يولوا ما. دائما نقول لكم البصل كي يولي ما راح يدير لكم المروريه في الماكله. ومن بعد درت هذيك الساشيه اللي درتها في الكونجيلاتور اللي فيها بيان سور المقادير كامل، اللي هي حبيبه تاع زروديه، حبيبه طوماطيش كونسيرف، طوماطيش تاع الباطا، وفيها تانيك الحميصه، وفيها الهريسه الحلوه، وفيها يعني بزاف صوالح شفتوهم معايا في لا فيديو اللي في لي فيديو اللي فاتوا. بعد ما يتقلى البصل اللحم كومبليتمون، هذيك الساشيه اللوحه كومبليتمون، يعني تجيك فاسيل كي تجبدي الساشيه هذيك تلوحيها ديريكتومون. نروحوا لي زيبيس. لي زيبيس هنا درت فلفل عكري، درت ايبيس تاع الشوربه، منهم كامل ايبيس تاع الشوربه وفلفل عكري درت ملعقه صغيره، ودرت على راس المغرف كركم، على راس المغرف هذا مكان الملح وملعقه صغيره ملح، ودرت اما الكزبر والفلفل الكحل نديرهم في هذيك لاباراي اللي ترحي، باسكو الكزبر باش الشوربه تاعك تجيك بنينه لازم الكزبر والفلفل الكحل وزريعه البسباس هذو بالخف يروحوا لهم الريحه تاعهم. صافي دير ثم لازم يترحاو مع الشوربه. صافي دير مليح تشري هذه لاباراي هذه اللي ترحي الكزبر والفلفل الكحل وترحي كلشي، يعني لي زيبيس كامل ديريها سير بلاص مع الشوربه. فوالا خياتي. ومن بعد نقليو كلش. انا هنا قليت الشوربه تاعي حوالي ساعه وهي تتقلى، يعني لا كونتيتي صغيره، ماشي شرط ديري فيها بزاف اللحوم، لازم تقليها مليح. تقليها هي الصح. كي تحودي ديري لا كونتيتي كبيره بيان سور ديري اللحومات بزاف، مي في الكونتيتي صغيره من المستحسن تقليها احسن ما ديري اللحم. والله دي فوا ناكل عند الناس غير فيها اللحم بزاف بصح اوكين غو صراحه. مي لي زيطاب هذو كامل هما اللي يزيدوا لها البنه على بنه. نروحوا دوك ما بيد راهي تقلى، حنا نوجدو في الفريك تاعنا. اول حاجه هنايا انا ندير دو كاليتي، ندير الفريك وندير المرمز. انا ندير باغ اكزومبل دوك انايا اكوكوط هذه تاعي تدي واحد 4 ريتلات، يعني الخامس هذاك ما نحسبوهش 4 ريتلات. ندير لهم كاس هذا تاع لاموطارد نعمرو كامل، وندير فيه نقص فيه شويه، نديرها ملعقه تاع المرمز. فوالا حوالي 8 ملاعق، 8 ملاعق في 4 ريتلات تاع الماء، وتوكل لك يعني 8 اشخاص حتى 10 اشخاص. فوالا خياتي هذه هي. نغسلوا الفريك تاعنا بيان نغسلوا دو فوا، يعني نقيتو كامل منقي كلش ما بيه والو، مي نغسلوا دو فوا باش نحيلو هذيك بزاف فيه كيفاش يقولوا لها الرغوه، هذيك البيضه بزاف نحيها نخليها حتى تولي الماء تاعها مليحه صافيه. بعد تتقلى لي لا كوكوط بيان تاعي، المرقه تاعي تاع الشوربه مليح، نزيد لها الفريك هذاك نمرقها نص تمريقه. فوالا نص تمريقه حتى ترجع هذيك الزيت من الفوق وتغلى لي لا كوكوط. ومن بعد باش نزيد نمرقها تمريقه دوزيام، ونغلق عليها ونخليها تطيب على غرضها على نار هاديه. الشوربه تحب تطيب على نار هاديه، وبدو بريفيرونس الشوربه ديروها على بكري قد ما تقعد الشوربه تاعكم قد ما تجيكم بنينه. فوالا كما قلت لكم هو البوكي غارني انا ديجا كنت درته في الساشيه. البوكي غارني نديرو في الاول نحيه. درك بعد ما طابت لي نحي البوكي غارني، نحي زروديه اللي درتها. زروديه علاه درتها باسكو تنحي لي لاسيديتي تاع الطوماطيش فقط. نحي البوكي غارني نرميه، والزروديه نرحيها، ونزيد نعاود ان بوكي غارني واحد اخر باش يبنن لي الشوربه. دو بريفيرونس خياتي ما تقطعوش الحشيش تاعكم مع الديبي تاع الشوربه، هكا راح تروح لكم الحموريه تاعها، راح تولي لكم
كحله، يعني تجيكم كحله المرقه تاعها. مي كي ديروا لي بوكي غارني راح تبقى لكم حميمه كيما راكم تشوفوا في لا فوتو هذه في لا فيديو خياتي. شوفوا الشوربه تاعنا شحال ثقيله، شحال جات المرقه تاعها ثقيله وما فيهاش وحميمه الله الله وبدون كثره اللحوم. وقسموا بالله لو كان تجربوها بالطريقه تاعي راح تجيكم بنينه 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 كراف. مع الاخر بيان سور نديروا لها شويه كزبر، اللي يحب الكزبر كاين اللي ما يحبوش. ونزيدوا لها نعناع يابس. في البوكي غارني هذاك الاخر درت قرن هكا غصن ولا ما نعرف كيفاش تاع النعناع. فوالا خياتي هذا ما كان، وان شاء الله تكون عجبتكم وان شاء الله تجربوها بصحتكم خياتي. نروحوا للطبق الثاني. الطبق الثاني درت الزيت بيان سور في لاكوكوط. بيان سور لاكوكوط تاع الشوربه درنا الزيت، درت 4 مغارف تاع الزيت ودرت السمن باش ما ننساوش نديروا الزيت ونديروا السمن. هنا تاني خياتي درت الزيت ودرت السمن. انا الشوربه اذا ما فيهاش سمن ولا ما ناكلهاش، مانيش عارفه علاه. انا السمن هذا لازم نديروه في لي صوص بلونش وفي لي صوص روج كيف. المهم هنا الطبق الثاني خياتي جبت كركسه تاع البولي، درتها في تتقلى. هنا برك المقطع راح لي من بعد نفهمكم. هنا جبت ربع صدر تاع الدجاج، درت له لي زيبيس، رحيتو درت له لي زيبيس. دو بريفيرونس تجيبوه هكاك وانتم ترحوه في الدار، خير ما تجيبوه مرحي. نديروا له شويه تاع الايبيس تاع البولي، وشويه تاع فلفل ابيض اذا كان ما ديروا فلفل اسود، شويه تاع الكركم غير على راس المغرف كامل، وديروا سكنجبير، وديروا شويه تاع الثوم. انا هنا عندي ثوم مرحيه في الكونجيلاتور، وزوج ملاعق تاع لا شابلور، والملح ما تكثروش الملح في رمضان خياتي دائما نقولها لكم، وشويه تاع المعدنوس، وشويه تاع الزيت بيان سور قيس ملعقه تاع الزيت هكاك. ونبداو نعجنوا في البولياشي هذا، نعجنوه مليح مليح. ونزيدوا له قيس نص بيضه هكذاك، يعني ندير بيضه كومبلي ومن بعد هذاك النص دوك تشوفوني واش نسحقه. نجيب غير شويه باش ما تجريليش هذا البولياشي هذا، ندير غير شويه على حسب لا كونتيتي. انا قلت لكم هنايا ربع صدر تاع الدجاج. فوالا هنا نخلطه مليح مليح، ومن بعد نغطيه ونخليه ابار باش يتشرب كامل هذوك لي زيبيس ولا شابلور، تتشرب بالماء هذاك تاع البولي باش كي نكورها تجيني سهله. نحطها بيان سور في الفريجيدير، ما تنساوش خياتي نحطوها في الفريجيدير بيان سور. نجو درك نفهمكم على البسباس خياتي كيفاش نقسموه. نجيبو دو بريفيرونس نجيبو بسباس يكون كبير شويه، نقسموه اون دو. فوالا نقسموه اون دو. انا هنا ديت 4 يعني قيس هكا. كل هذا الطبق هذا يوكل حوالي 4 عباد 5 هكا. ومن بعد نحيلو هذاك الطرف هذاك اللي يجي من اللور باش كي نقعدهم هكا ما يميلش. فوالا هذا ما كان في البلا اللي يروح للفور، باسكو هذا الطاجين هذا يروح للفور يكمل طيابو تما. فوالا نحيلو كامل هادو. ومن بعد نفهمكم على المرقه اللي درتها. المرقه اللي درتها خياتي هنا راح لي المقطع هذاك تاع المرقه. درت كما قلت له شفتوا في الاول، درت الزيت، درت السمن، درت كركسه تاع البولي، ومن بعد قليتهم مليح وزدت لها حبه بصله تكون كبيره ماشي كبيره موين، قليتها مليح. ولي زيبيس درت نفس لي زيبيس اللي درتهم في البولي هاشي. درت سكنجبير، درت شويه تاع فلفل ابيض، وشويه تاع كركم على راس المغرف برك، وشويه ايبيس تاع البولي، وهذا ما كان، وشويه برك تاع الكمون، وعود قرفه ما ننساوش العود القرفه ما تنساوش. هنا درك بعد ما مرقتها وغلات حطيت الزيتون تاعي. فوالا حطيت الزيتون حوالي هكذاك واحد كاس تاع زيتون فقط. ومن بعد حطيت البسباس يطيب نص ميم با من نص طياب، يعني يدي برك لا فابور تاع واحد حوالي هكا واحد 10 مينوت يطيب، واحد 10 مينوت نجبدو. هنا راني شفتو لقيتو مازال ما طابش، خاصو شويه كي يطيب لنا يعني نحسو بلي راه دخلو طياب نحيه نحطو ابار يبرد. من بعد تشوفوا لا سويت. هنا راني نوجد في لي بولات اللي راح نديرهم في المرقه. هنا حتى نحيت هذا البسباس. دوك تشوفوا معايا راح نحيلو هذاك الوسط تاعو. دوك تشوفوا كيفاش نجيبوا الموس تاعنا نبيكيوه هنا في الوسط هكا شويه ونحيو هذاك الوسط. فوالا نحيو هذاك الوسط كامل، نحيوه هذاك ما نرميوهش بيان سور، راح نزيدوه للمرقه تاع الزيتون. فوالا هذا الطبق هذا لمحبي البسباس
اللي ما يحبوش البسباس غير ما يشوفوش باسكو كاين بزاف اللي ما يحبوش البسباس، ما البسباس والله غير صحي بزاف، يعني مليح ليستوما، مليح هكا نديروه في اطباقنا، ندخلوه هكا في الاطباق هكا باش ياكلوه ولادنا. كما شفتوا هنايا نحيه هو شويه، خلوه حتى يبرد مليح. انا هنا مازال ما بردش مليح وانا بديت نحي فيه. فوالا نحيوه هكا ونزيدوه للمرميطه تاعنا. فوالا حيت نحي لكم بسهوله، يعني كتخلوه يبرد مليح. هنا بعد ما نحيتو كامل نخليهم ابار، ونجي لهذاك اللي نحيتو نديرو في لاكوكوط. بيان سور خياتي، بلا ما نقول لكم فضلا وليس امرا، الا عجبتكم الوصفات الا راهم يعجبوكم عليكم غير ديروا لنا جام، كثروا لنا من لي جام خياتي. علاه يا اخي الجام راه باطل ماشي بالدراهم المهم كثروا لنا من لي جام اذا عجبتكم بيان سور، مانيش نقولها هكا برك. المهم نجيبوا لي بولات تاعنا هكا، نديروا فيهم شويه المرقه هذيك باش يسهلوا لي نحطهم ديريكت ماشي بالحبه. فوالا هذه هي، ونخلوهم يطيبوا على غرضهم، ماشي يطيبوا كومبليتمون، شويه نزيدوا حبه زروديه. فوالا انا نحب دائما الزيتون ندير فيه زروديه. فوالا الا درتوه بالحميصه ما ديروش زروديه، هذه هي برك. انا كي درت الزيتون فقط. ونحطوا هذيك اللي نحيناهم كامل من البسباس نحطوهم في المرقه ونغطي عليها ونخليها تطيب على غرضها. يعني على دائما الماكله طيبوها على نار هاديه، ما تطيبوهاش على نار قويه، باسكو على النار القويه كل دقيقه تزيدوا الماء، كل دقيقه تزيدوا الماء راح تروح لكم البنه تاع المرق الماكله تاعكم. هنا بعد ما طابت لي شويه هكا واحد 10 مينوت هكذاك، نحيت البسباس هذاك، نحيت شويه منه تقريبا، نحيت اللي قدرت عليه، نحيته مع زروديه هذيك. النص تاع زروديه نرحيه والنص نحيها ابار. ونحيت هذاك البسباس كما قلت لكم، راح ندير له شويه الماء ونرحيه ونزيدهم للمرقه بيان سور. فوالا نزيد لهم شويه تاع الماء ونرحيه ونحطهم في المرقه هذيك اللي طيبتها بيان سور، اللي درناها بالزيتون. كما قلت لكم لي زيبيس درت فيها غير هذوك اللي درتهم في البولي هاشي. زدت برك القرفه عود، هذا ما كان شويه برك تاع الكمون على راس المغرف تاع الكمون، ماشي بزاف، اختياري. اللي يحب يديروا ما يحبش ما ديروش. لي زيبيس شوفوا لي زيبيس اختياريين، المهم نتوما ديروا لا فاصون ولا ديروا الطبق هذا هكا تقديم والاخر، وانتوما نحيو اللي ما تحبوش وخلوا اللي تحبوه. يعني الماكله ماهيش سيونس اكزاكت، ماشي كما الحلويات لي باتيسري. نحيو لي بولات تاعنا قسما نسحقهم بعد نستعملوهم مع البسباس، ونحط هذاك اللي رحيتو زروديه والبسباس اللي رحيتو، هذوك اطراف صغار تاع البسباس نديروهم في المرقه تاعنا، ونخليو لاكوكوط هذه ابار، نطفي عليها ونخليها ابار. هذه هي. من بعد نشوفوا لا سويت كيفاش نكملوا. نروحوا لهذيك النص البيضه اللي خليناها من قبل، اللي نحيناها من بوليعاشي هذاك اللي درنا له نص بيضه، وهذه نص بيضه واحده اخرى درت لها سكنجبير ودرت لها الفلفل الابيض وشويه معدنوس شويه الليمون وشويه ملح. هذا ما كان خياتي فقط، ما فيها والو. هذا ما كان. نحيوها ابار ونجيبوا درك الطبق تاع لاصوص تاعنا والطبق تاعنا دوك نقرنيوه. تشوفوا كيفاش نديروه هذا الطبق، يعني ميم بريزونطابل، يعني تقدروا تقدموه لضيافكم، ماشي غير في رمضان، في الايامات العاديه هني ديروه. فوالا خياتي نديروا كامل المرقه تاعنا هنايا. انا خيرت ندير فيه هذا يتغلق، نتوما الا ما عندكمش هذا ديروا في البلا نورمال، ومن بعد غطيوه بالبابي بابي دو كويسون، ومن بعد ديروا له الالومنيوم وديوه للفور. فوالا نكونوا الفور ديجا شعلناه بيان سور باش يسخن، نحطوه في لاصوص هذيك البسباس تاعنا، نديروا له شويه تاع البيض منه ومني كامل باش كي نحط لي بولات، انا لي بولات راح نحطهم فوق البسباس باش يشدوا لي ما يطيحوش. هذا ما كان، يعني هو طبق عادي برك لا بريزونطاسيون اللي تبدلت. هذا ما كان. فوالا نحطوا غير شويه شويه ونخليو فوالا نديروا فيها لي بولات تاع بولي هاشي، ولا اللي عندهم لافيون يديروا. انا هذا الوصفات تاع اليوم باقل تكاليف، يعني وصفات باقل تكاليف. من الشوربه ما درناش فيها بزاف اللحم، درنا غير دو مورسو صغار كركاسه صغيره برك من اللي نحيهم انايا من السطر تاع الدجاج،
وهنايا درت 4 صدر تاع الدجاج، يعني درنا ان منيو تاع رمضان باقل التكاليف. فوالا راكم تشوفوا في لا فيديو راني حطيت هذوك لي بولات فوق البسباس، وزدت حطيت فوقهم البيض هذاك تاني، حطيته من التحت وحطيته من الفوق باش يشد لي بولات ويتحمروا ويجوني مشدودين. اللي يحبوا ينحوا هذا الطاجين كامل ينحوه يقرنيوه في البلا هكا شباب هكا ينحوه، اللي يحبوا يخلوه غير في البلا هذه يخلوه. وزروديه هذيك حطيتها هكا تاني شبحت بها هكا في اختياريه، هذه تحبوا ديروها تحبوا ما ديروهاش، يعني اختياري. مي صراحه والله العظيم غير جاب بنين بنين بنين، ولا الصوص تاعو جات خضره ما شاء الله، جاب بنين قراض. واش نقول لكم، المزيج بين البسباس والزيتون جا ميكست هايل. البسباس يحب الزيتون، يحب الجلبانه، يحب الحميصه، هذو يتماشى معاهم بزاف بزاف. ونديو الطبق تاعنا للفور يطيب. كي نشوفوا المرقه تاعنا عقادت بيان، نشوفوا تجمر الطاجين تاعنا، نحيو عليه الغطاء ونخليوه يزيد يتحمر شويه من الفوق، ومن بعد نحيوه وتاكلوه بالصحه والهنا. شهيتكم في الجنه خياتي. فوالا الطبق تاعنا هنايا راه واجد كما راكم تشوفوا، المرقه تجمرت وتحمر من الفوق، وطبق بريزونطابل. تحبوا تنحوه من البلا هذا نحيوه، تحبوا تخليوه في البلا يعني ميم في البلا بريزونطابل كما تحبوا، لكم الاختيار. المهم دو اللي يفيدكم وخلوا اللي ما يفيدكمش، هذا ما كان. نتمنى الوصفات تاع اليوم عجبوكم، وإلا عجبوكم كما دائما نقول لكم ديروا لنا جام خياتي وبارطاج، واللي ما يقدرش يبارطاجي يدير الجام ولابونمون بيان سور ما تنساوش خياتي لابونمون فضلا وليس امرا. شوفوا لاصوص كيفاش جات خاطر الله الله. واللي بالبسباس طاب نورمال، يعني تقدروا ترفدوه ما يتفتت ما يطيح ما يصرالو والو كما راكم تشوفوا. نتمنى الوصفات تاع اليوم تجربوهم وتنجحوا فيهم، ونخليكم في فيديو اخر ان شاء الله. مع السلامه.